السلام عليكم. يلا نعمل صينية فراخ مشوية في الفرن مع خضار، حلوة وسهلة جدا وسريعة وموجودة في اي بيت كمان. هنا جبت معايا وراك مقطعاها نصين، وجبت معايا طماطم حلقات وفلفل وبصل وبطاطس، ده كله هنستخدمه النهاردة. اول حاجة هنبدأ نقطع البصل، بعد كده قطعنا البطاطس حلقات. بعد كده هنتبل الوراك مع بعض، ملح وفلفل اسود وبابريكا وسبع بهارات وبهارات فراخ وتوم باودر كمان، ده كل اللي هنستخدمه في التتبيله. هنبدا نقلبها كويس لحد التتبيله كلها ما تتشرب مع الفراخ. هنعمل فيها فتحات عشان نساعدها في التسويه، متاخدش وقت معايا. جبت فراخ حطيت في سمنه وقلبت الفراخ كلها لحد ما احمرت معايا، وقلبت البصل والبطاطس ورصيت كله في الطاجن. ومعايا هنا الطماطم ضربتها في الخلاط، وده الشكل النهائي. يا رب الفيديو كان عجبكم، وما تنسوش الاشتراك.